تردى حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ثقلا وتنتصر أسراره في الأكوان صلى الله عليه فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من الله انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور صلى الله عليه فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعمى اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان قواعد صلى الله عليه من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه أن سيدنا محمد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه ما أمره بتبليغ لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه. أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله بمن الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي هدي صلى الله عليه في قلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الحذمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال. صلى الله عليه المصلي عليه وسلم عليه ينبسط في قلب نور سر تعلقه به صلى الله عليه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه إلى أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. أبدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين
حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. فما من سلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بماره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بمن قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسناب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لك تعلقت همة الراكب لهذه الحروف صلى الله عليه بأن يرقم في هذا القرطاس ما ولديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. كانت الألسن لم تفي بعشر معشر يوصف بذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويقنا بهذا النور المبين صلى الله عليه. فأن تعرب القلم عن شؤون خير لنا صلى الله عليه. ولكن هذا إلى تدوين ما بدو من سر أشرف المخلوقين صلى الله وما عليه. أكرم الله به بمولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمن يوصى فيها العظيم ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. فيدخلني في شفاعة هذا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يوم الزحام
الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام
وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي هي أسهل الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة. فالنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصناب وبطون ما شرفه من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه. عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنا حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. وعلما ولا علنا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت برزينا عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور
إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فدار الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كرب عن وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأنظر الوجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تهتج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. على من أتم الله عليه النعمة من الله خواص عليه. الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. صلى الله عليه. الجمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل على محمد. نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في ديوان خير مقام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا بصلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى يا الله شرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه واعلم أن صلاح القلب هو استقامته على ما أمر الله به ورسوله ونفرته عن المعاصي وكراهته لها والرغبة والتشمير والإنابة لدار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله وأن يصبر هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأن تؤثر متابعته فيما تفعل وتقول على كل شهوة وفضول، فهذا علامة صلاحه وما دام يميل ويركن إلى هذه الدار وطول الأمال والغفلة والاغترار والمعاصي والأوزار، فهو دليل على مرضه وفساده، إن قليل فقليل وإن كثير فكثير، والدنيا عبارة عن كل ما كان قبل الموت إلا ما كان فيها ويسحبك إلى الآخرة، وهو صلاح القلب وما أعان على صلاحه، لأن القلب لا ينعدم بالموت بل يبقى منعما أو معذبا، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Wa'lam, ketahuilah, anna salahal qalbi, sesungguhnya bagusnya hati, huwa istiqamatuhu, yaitu istiqomahnya hati, alama atas sesuatu amarallahu bihi wa rasuluh, yang telah diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Wa nafratuhu anil ma'asi, dan larinya atau menghindarnya hati tadi itu anil ma'asi, daripada perbuatan maksiat. Wa qarahatuhu laha, dan bencinya hati kepada maksiat. Warrugbatu, dia senang. Wattashmir, dia semangat. Wal inabah, dia kembali di daril khulud, untuk tempat yang abadi. Wattajafi, dan menghindar ani daril ghurur, daripada tempat yang menipu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bernasihat kepada kita, begusaate kaulaban panjenengan aneka beda dalil, beda ngertenger, beda alamat. Napa alamat? Istiqamatuhu ala ma amarallahu bihi wa rasuluh. Istiqamahnya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjauhi daripada apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda nikah tak cukup gen kanto. Dia semangat, dia berusaha, berusaha, dia tasmir, dia semangat, dia senang, al-inabah, selalu kembali kepada Allah. Selalu atau pada ke Gusti Allah. Dan dia mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian, wal isti'adad lil maut qabla nuzulih, dan dia tadi itu mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Orang secerdas neka benih orang sepenter matematika. Orang secerdas neka benih polana, maaf mungkin titala teki. Orang secerdas adalah orang segelem mempersiapkan aben sebelum masuk ke alam kubur, tak pernah ia alami. Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang cerdas, adalah orang yang mempersiapkan dirinya lima ba'dal maut, setelah kematiannya. Orang sepenter ni selalu memandang sesuatu gelap mun pacat Arya berharga, maka diambil sesuatu tersebut. Arya berharga, Arya bernilai, kuaku neng akhirat bernilai, dah pun yang tunya tak bernilai. Sampean hadir nak itu ada si majer sampean. Sampean baca Quran ada si majer. Sampean hadir majelis taklim tak ada si majer. Tapi ketahuilah bejerna kuaku neng akhirat. Belisna pakai neng alam neng akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mau beramal untuk bekal kehidupan setelah kematian. Ini kan yang cerdas. Wal ahmak, adapun orang yang bodoh, tolol, dungu, bahasan Rocky Gerung. Wal ahmaku, orang yang tolol, orang yang bodoh, orang yang dungu, bukan mereka yang tidak bisa membaca, bukan mereka yang tidak bisa menghitung. Siapa mereka orang yang bodoh? Man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya dan dia berharap ampunan daripada Tuhannya, berharap keselamatan daripada Tuhannya. Ane kering bodoh. Hanya bisa berharap tapi tak akan beramal.
hanya bisa berandai-andai insyaallah khair, insyaallah khair, insyaallah. Tapi amal leban kemah khair insyaallah tok. Aneka orang-orang se mempersiapkan nak nikah semangat inabah, aneka adalah tanda-tanda min alamati solahihi, aneka termasuk tanda baiknya hati daripada seseorang. Tahu sana ngere orang kulibi sampean mau lebih semangat urusan dunia izinnya berarti okorna ati kulibi sampean semangat sholat berjamaah, semangat baca Al-Quran, semangat menghadiri majelis-majelis taklim, majelis zikir, majlisil khair. Ini berarti alamatu solahihi, termasuk tanda-tandanya bagusan apa? Ate. Masya Allah. Adapun tanda-tanda yang lain, tanda daripada sakitnya hati seseorang, dalil ala maradihi wa fasadihi, dalil daripada sakitnya hati dan rusaknya hati. Kiburu dalil adalah bagus hati. Napa nih kedalil yang kipeneka yarkanu ila hadhihi dar wa tulil amal wal ghaflah wal ightirar. Selalu panjang angan-angan, seakan-akan akan hidup selama-lamanya. Wal ightirar, dia tertipu dengan apa yang ia miliki. Tertipu, kadang-kadang tertipu lebih dahsyat pula tertipu kelaban pengampunan Gusti Allah. Oh, sabora insyaallah, swarga insyaallah. Swarga dari mana? Andi reng dalam sampean. Tanda-tanda orang se sake atena neka rukun ila hadhihi dunya. Mereka merasa tenang dengan kehidupan dunia, tidak gelisah. Cukup menjak ya tang amal kang kui ke kuburan. Kuburan dia berapa meter, semeter, mau 2 meter atas tanah, bawah tanah, ya ada tanah, budi tanah. Bek cukup apa kira-kira? Amal sekemah kira-kira. In qalil fa qalil wa in kathir, in qalil fa qalil, in kathir fa kathir. Semakin besar tanda kebaikan daripada manusia, maka semakin besar pula tanda kebaikan hati daripada manusia. Semakin besar tanda-tanda penyakit daripada seseorang, maka semakin besar pula tanda-tanda sakit daripada hati seseorang. Jajal tes semangat apa enggak? Mau tak semangat berarti sakit. Orang mau sakit, Pak, sakit masih beri ngakan nyaman tanda. Gule nyaman, sate nyaman, kebuli nyaman, mandi nyaman. Tapi ketika orang saya sakit, tak ada sih masuk. Cia kapi. Benih makan masakna saya kurang bagus, benih masakna saya kurang nyaman karena abang sakit. Sepeda kejukan ketika orang neka sehat atena nyongok majelis-majelis saya ini tak mungkin menyanyiakan. Selalu semangat. Kela ni para tak ada pun saya datang ni. Kula lah para besok nak sini. Lah para satu hari kula pun. Mun tak datang cak datang sekali. Mun datang pedatang. Cak gung nangku. Pakatelak semangat dah. Untuk Rasulullah kok. Masa untuk Kanjeng Nabi tak semangat. Mun Kanjeng Nabi membela aku sampean mati-matian sampai akhirat aku Rasulullah ni kan. Si membantu kalau sampean di saat orang pada buruh, anak nuntut, bini nuntut, kecuali Rasulullah SAW. Satu-satunya makhluk ya ikhwani, anak nuntut, bini nuntut, santreh nuntut, khaddam nuntut, kapi nuntut, jabatan hisab di Gusti Allah, dunia hisab di Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya menenangaki di saat paneka orang di saat takut kapi dalam kebodohan, takut kapi analaha engkau sinanggung. Enggak ni kesamakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia akhirat epekir kulit sambian. Lah kulit sambian ni tak dipikiran. Beri pikiran keng pikirnya tak normal. Cuma ngaji hadis Rasulullah. Cuma ngaji seayat atau berselemper tak mampu. Wajib. Lah ya ikhwani, akal angkui pikiran.
Montro iko cereng pinter yang cerdas. Gunaki akal pikirna. Oh barang bagus kalah. Barang coba tinaki. Ari membahayakan. Cek enom. Ari berbahaya. Cek kakan. Oh ari bermanfaat. Ari bervitamin. Ari berguna untuk kesehatan. Ontal. Enom. Kakan. Karena nega untuk kesehatan. Adapun untuk maksiat berbahaya. Anapa akal kulit zaman hanya berguna untuk urusan dunia. Untuk akhirat tak berguna. Solat bitiban sederajat. Berjamaah pitolokor derajat. Kema kalah. Oleh karena itu ini kan nasihat daripada beliau. Semakin faqalilun in qalilun faqalil in kathirun fakathir. Jika tanda yang kita miliki adalah tanda besar untuk sakitnya hati, berarti disitulah hati kita berarti rusak. Mula hati yang rusak, hatta ya dan mata, hatta semeter tak gelem. Sebelah motor andi, kendaraan bedah, PC neku, saya kelaku cukup. Tapi tak beri hidayah ini Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Muka terus kulo manci dengan semangat ibadah. Semangat kembali dekat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, muka majelis ini insyaallah tadikin majelis saya bisa membunga senang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat. Insyaallah setaja urusan kulo manci dengan berkembang tinang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التواجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن الكرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركاته وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا
وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بها أهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.